السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة سنة تالتة إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع حصة رقم 6 في منهج الجبر، والدرس الرابع اللي هو دراسة بعض الدوال كثيرات الحدود. هناخد الجزء الثاني منه النهاردة. طيب، احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الدالة الثابتة والدالة الخطية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الدالة التربيعية. هنتكلم على إيه في الدالة التربيعية؟ تعرفها وإزاي نرسمها وشوية خواص ليها وناخد تمارين عليها. طيب، الدالة التربيعية، ايه اللي نعرفه عن الدالة التربيعية؟ احنا كنا نعرف عن الدالة التربيعية ان هي دالة من الدرجة الثانية، والدالة اللي من الدرجة الثانية دي يعني اعلى اس للمتغير س فيها بيكون اس 2، زي هنا كده اهو. عندك هنا بيقول لك في التعريف بتاعها: الدالة د من ح الى ح مجالها ح ومجالها المقابل ح، يعني دالة كثيرة حدود، حيث دالة س تساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج، والألف وب وج دول أعداد حقيقية عادي، وعندي الشرط إن الألف ما تساويش صفر، الألف اللي هو معامل السين تربيع، لأن زي ما اتفقنا في الدالة الخطية لو كان الألف ده بصفر فهتبقى صفر في س تربيع بصفر، فكان هيطير، مش هيبقى في حاجة فيها س تربيع، فما كانتش هتبقى دالة تربيعية. طيب، الدالة التربيعية زي ما اتفقنا بتكون دالة كثيرة حدود من الدرجة الإيه؟ من الدرجة الثانية. أمثلة عليها مثلا أقول لك دالة س تساوي س تربيع، دالة س تساوي س تربيع زائد واحد، 2 س تربيع ناقص واحد، س تربيع زائد 3 س ناقص 4، وهكذا. كل دي أمثلة لدوال تربيعية، لأن بيكون فيها أعلى أس للمتغير س بيكون أس 2. إزاي بنمثل الدالة التربيعية بيانيا؟ إزاي بنرسم الدالة التربيعية؟ الدالة التربيعية عشان خاطر نرسمها، تعالى كده ركز معايا هنا في كام كلمة هقولها لك. أولا كده عايزك تركز لي هنا على قاعدة الدالة. قاعدتها بتبقى دالة س تساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج. خد بالك من الأستاذة س تربيع، المعامل بتاعها اللي هو أ ده، المعامل بتاع السين تربيع ممكن يبقى أكبر من صفر يعني موجب، وممكن يبقى الألف ده أقل من صفر يعني سالب. بص كده في الحالتين، أول حالة هنا أهي، أنا أعلم لك عليها كده عشان تشوفها هنا في المنطقة دي. لو كان معامل السين تربيع موجب، لو كان الألف ده موجب، بص كده الدالة التربيعية بتمثل بمنحنى. بتمثل بإيه؟ بمنحنى ليه فرعين، ده كده فرع وده كده كمان فرع. الفرعين بيبقوا في أغلب المسائل بيبقوا متساويين، لكن في بعض المسائل هتلاقي في فرع مثلا كامل كده وفرع ناقص، في مسائل هناخدها بالشكل ده. طيب، دلوقتي احنا زي ما اتفقنا بيكون في فرعين متماثلين في اغلب المسائل، والفرعين المتماثلين دول بص كده بيعملوا مع بعض زي حرف اليو. يا اما بيبقى المنحنى مفتوح لاعلى باصص لفوق كده عامل رقم 7، يا اما المنحنى في المثال التاني ده باصص لتحت عامل رقم 8. طب ايه الفرق بينهم؟ المنحنى بيبقى مفتوح لاعلى لو كانت السين تربيع معاملها موجب، وبيبقى مفتوح لاسفل لو كان السين تربيع معاملها سالب اللي هو الالف اقل من صفر يعني سالب. يبقى انا عندي كده لو المنحنى مفتوح لاعلى معامل السين تربيع موجب. وركز معايا، شايف النقطة اللي تحت هنا دي اللي أنا مسميها لك س واحد وصاد واحد؟ النقطة دي بيبقى اسمها نقطة رأس المنحنى، بيبقى نقطة رأس الإيه؟ المنحنى، ودي النقطة اللي بيتفرع منها الفرعين بتوعه. طيب، مالها نقطة رأس المنحنى دي؟ نقطة رأس المنحنى لو كانت السين تربيع معاملها موجب بتبقى موجودة تحت المنحنى، موجودة تحت. طب لو كان السين تربيع بقى معامله سالب كانت بتبقى موجودة فوق. بص المنحنى بيبقى باصص لتحت، فبتبقى نقطة رأس المنحنى مكانها بيكون فوق. طب ده معناه ايه؟ ركز معايا. لو المنحنى مفتوح لأعلى، لو مفتوح لأعلى بتبقى نقطة رأس المنحنى تحت، وبيكون للدالة قيمة صغرى. طالما نقطة رأس المنحنى موجودة أسفل المنحنى بيبقى للدالة قيمة ايه؟ قيمة صغرى. طب افرض كانت نقطة رأس المنحنى دي موجودة فوق، المنحنى باصص لأسفل، فنقطة رأس المنحنى موجودة فوق كده، نقطة رأس المنحنى بتكون أعلى حاجة في المنحنى، فبنقول إن الدالة دي ليها قيمة عظمى، بيكون للدالة دي قيمة إيه؟ قيمة عظمى. طيب يا ترى يا مستر القيمة الصغرى أو القيمة العظمى دي بجيبها إزاي؟ لأن في مسائل هيطلبها منك. ركز كده معايا. نقطة رأس المنحنى دي نقطة يعني عبارة عن زوج مرتب، في س وفي صاد. الصادات بتاعت رأس المنحنى هي القيمة، لو صغرى أو كبرى هي الصادات هي القيمة. فلو المنحنى مفتوح مثلا لأعلى ونقطة رأس المنحنى هي تحت، يعني للدالة قيمة صغرى، بتبقى القيمة الصغرى للدالة هي صاد واحد، اللي أنا مسميها لك هنا دي صاد واحد، يعني إيه؟ الصادات بتاعت نقطة رأس المنحنى. ونفس الكلام لو كان المنحنى مفتوح لأسفل، فنقطة رأس المنحنى فوق يعني للدالة قيمة كبرى،
بتبقى القيمة الكبرى هي صادات نقطة رأس المنحنى، يبقى القيمة العظمى أو الكبرى للدالة هي صاد 2 هنا عشان أنا سميتها صاد 2. طيب يبقى الإحداثي الصادي لنقطة رأس المنحنى هو ده اللي بيمثل القيمة، سواء كانت قيمة عظمى أو قيمة صغرى. طب جميل جدا. طيب أنا دلوقتي في حاجة تانية بيطلبها مني في المسائل، وهي معادلة محور التماثل أو معادلة خط التماثل. مين خط التماثل ده وإزاي بجيب معادلته؟ بكل بساطة خط التماثل ده بيكون محور رأسي شبه محور الصادات بيقسم الفرعين بتوع الدالة نصين قد بعض بالظبط. فمثلا تعالى كده نشوف هنا، انا ممكن اعمل خط تماثل بالطريقه دي، بص كده يقسمها لي نصين قد بعض. هنا مثلا نفس الكلام اعمل كده خط تماثل يقسمها نصين قد بعض، في اللي تحت هنا دي نفس الكلام اهو يقسمها نصين قد بعض، واخد بالك؟ يبقى خط التماثل ده عباره عن ايه؟ عباره عن خط مستقيم بيقسم فرعين الداله نصين متساويين بالظبط. بمعنى ادق، خط التماثل ده بيعدي على نقطه راس المنحنى، بيكون خط مستقيم بيوازي محور الصادات وبيمر بنقطة رأس الايه؟ المنحنى. طب جميل جدا، ركز معايا، هي مش نقطة رأس المنحنى ليها سينات وليها صادات؟ ركز بقى، عشان تجيب معادلة محور التماثل بتكون عبارة عن ايه؟ س تساوي سينات رأس المنحنى. يبقى معادلة محور التماثل هي س تساوي، تشوف نقطة رأس المنحنى سيناتها ايه، فمثلا في أول واحدة هنا تبقى س واحد. طب هنا في تاني واحدة دي تبقى معادلة محور التماثل هي س تساوي السين 2، طبعا السين 1 والسين 2 دي بتبقى أرقام يعني، يبقى أنت معاك الزوج المرتب. يبقى أنا دلوقتي فهمت خلاص إن معادلة محور التماثل بتتكتب إزاي؟ بقول له س تساوي الإحداث السيني لنقطة رأس المنحنى. كده أنا عرفت إزاي بكل بساطة الدالة، هنعرف دلوقتي بالتفصيل إزاي بتترسم، ولكن عرفت لو أنا معايا الرسمة بتاعتها ومعايا البيانات بتاعتها إزاي أعرف أجيب القيمة العظمى أو القيمة الصغرى، وإزاي أجيب معادلة محور تماثل الدالة. تعالى دلوقتي نبدأ نشوف مسائل الرسومات. أول مثال معايا بيقول لي مثل بيانيا منحنى الدالة د حيث دالة س تساوي س تربيع مستعينا بالفترة من -3 ل 3، ومن الرسم اوجد نقطة رأس المنحنى ومعادلة محور التماثل والقيمة الصغرى أو العظمى للدالة. طيب عايز نرسم له دالة اسمها دالة س تساوي س تربيع. ايه حكاية مستعينا بالفترة من -3 ل 3 دي؟ يركز معايا. فاكر الدرس اللي فات لما كنت قلت لك ان في الدالة الخطية عشان ارسمها بحتاج 3 نقط، انا بفرض اي 3 ارقام للسين من عندي وبعد كده بعوض عشان اشوف صاداتهم ايه وابدا ارسم. جميل جدا. هنا بقى انت ما بتفرضش اي حاجة من دماغك. ليه؟ لان انت الدالة دي لما بترسمها بتعمل لك منحنى كده مفتوح لاعلى او لاسفل. انت ممكن لو فرضت انت اي ارقام من دماغك ما تعرفش ترسم المنحنى كله، ما تعرفش تجيب نقطة رأس المنحنى، ولكن تجيب لي مثلا الجزء ده مثلا من المنحنى، وبالتالي ساعتها مش هتبقى انت رسمت الدالة كلها. فاهمني؟ ولذلك انا اللي بقول لك دايما انت هتعملها لي من اول فين لفين، ايه الارقام، يعني انا بديك الارقام اللي انت هتعوض بيها عشان توصل لنقطة رأس الايه؟ المنحنى، وتوصل للمنحنى يبقى مظبوط. طب هنا في المثال اللي معايا عايزنا نمثله في الفترة من أول -3 لحد ال3، فهنيجي هنا بقى نكون جدول بالشكل اللي أنا عامله لك قدامك ده. شايف كده الجدول ده؟ عندك س ودالة س اللي أنا هعوض فيها والصادات، وأبدأ أجيب الإيه؟ النقطة. فعندك السين قال لك الفترة من -3 ل3 دي السينات اللي هنعوض بيها، يبقى أنا هعوض عن السين من أول -3 لحد ال3. طب إيه الأرقام اللي بينهم؟ كل مرة زود واحد لحد ما توصل لل3. -3 الأكبر منها -2، بعدين -1، بعدين 0، بعدين 1، بعدين 2، بعدين 3. دي السينات اللي أنا هعوض بيها. تعالى كده نبدأ نعوض بيها في قاعدة الدالة. قاعدة الدالة هي دالة س تساوي س تربيع، فال-3 لما تتربع هتبقى -3 تربيع. -3 تربيع بكام؟ ب9. نفس الكلام -2 تربيع، مش دالة س بتساوي س تربيع، فأنا بمسك السين دي أحطها في قاعدة الدالة، بدل ما هي س تربيع تبقى -2 تربيع ب4. ها نفس الكلام -1 تربيع ب1، 0 تربيع ب0، عندك هنا 1 تربيع ب1، 2 تربيع ب2، آسف ب4، و3 تربيع ب9. تلاحظ دايما وانت بتعمل المسألة دي بتلاحظ ان في نقطة عند النقطة دي المنحنى بتحسه مظبوط. بص كده هنا عند الصفر، عند الصادات ام صفر، طالع فوق 1 4 9، نازل تحت 1 4 9، هي النقطة دي اللي هتبقى نقطة رأس المنحنى.
وهنشوف الكلام ده دلوقتي في الرسمة. تعالى نعمل الأزواج المرتبة. عندك أول نقطة -3 و9، تاني نقطة -2 و4، تالت نقطة -1 و1، بعد كده 0 و0، بعد كده 1 و1، وهنا 2 و4، وهنا 3 و9. تعالى بعد كده نبدأ نمثل الأزواج المرتبة دي. أول زوج مرتب أنا همثلهم لك كده الأول بالليزر ده، بعد كده نبدأ نرسمه. أول زوج مرتب السين ب-3 والصاد ب9، هتيجي عند السين أم -3 وأطلع فوق لحد الصاد أم 9، فهتبقى مكانها هنا كده. وتاني زوج مرتب هتبقى -2 و4، أطلع لحد الأربعة هنا، وهكذا. تعالى نبدأ نعمل بقى، يلا بسرعة. عندك السين ب-3 والصاد ب9، أجي عند -3 وأطلع فوق لحد 9، فالمكان أهو. بعد كده السين ب-2، أجي عند السين أم -2 وأطلع لحد الصاد أم 4. بعد كده السين ب-1 والصاد ب1. ها اللي بعدها السين ب0 والصاد ب0 اللي هي نقطة الأصل. اللي بعدها السين ب1 والصاد ب1. اللي بعدها السين ب2 والصاد ب4 أهي. اللي بعدها السين بكام؟ ب3 والصاد ب9 أهي. لاحظ إن في تماثل هنا كده. آجي أوصل النقط دي، ما بوصلهاش بالمسطرة زي الدالة الخطية، لا هنا بنوصلها بإيدينا كده عادي أهو. بتعملها بإيدك كده، بتوصلها بالمنظر ده، لأن ده زي ما قلت لك ده عبارة عن منحنى. رسمة ما فيهاش أي مشكلة خالص. درب نفسك عليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، هتلاقي المسألة دي بقت سهلة جدا معاك. طيب أنا دلوقتي من الرسمة عاوز أجيب 3 حاجات. عايز أجيب نقطة رأس المنحنى ومعادلة محور التماثل والقيمة الصغرى أو العظمى. أولا نقطة رأس المنحنى باينة جدا، هي النقطة دي أهي. هي دي كده نقطة رأس المنحنى، باينة جدا. طيب نقطة رأس المنحنى اللي معايا دي إحداثياتها إيه؟ دي نقطة الأصل يا مستر، تبقى 0 و0. يبقى أول حاجة معايا نقطة رأس المنحنى، هقول له دي تبقى 0 و0. بس أنت بتكتبها له في الإجابات كده، تقول له نقطة رأس المنحنى هي، وتعمل له الزوج المرتب 0 و0. طب عايز أجيب معادلة محور التماثل والقيمة العظمى أو الصغرى. بعد إذن حضرتك ما تتلخبطش، معادلة محور التماثل بجيبها من السين، والقيمة العظمى أو الصغرى بجيبها من الصاد بتوع رأس المنحنى. هقول له معادلة محور التماثل هي س تساوي سينات رأس المنحنى اللي هي 0. فعلا عند السين أم 0، لو جيت عند محور السينات أهو، ده محور السينات، لو جيت عند السين أم 0 وعملت خط مستقيم بيوازي محور الصادات، هيقسم لك المنحنى نصين قد بعض. يبقى كده معادلة محور التماثل هي س تساوي 0. تعال نشوف القيمة العظمى أو الصغرى. هنا المنحنى باصص لأعلى، فنقطة رأس المنحنى موجودة في الأسفل، تبقى قيمة صغرى. والقيمة الصغرى دي بتساوي مين؟ بتساوي صادات رأس المنحنى. رأس المنحنى صاداته 0 برضو. يبقى هقول له إيه؟ هقول له القيمة أهي، هقول له القيمة. بص بقول له إيه؟ بقول له هي صغرى ولا كبرى الأول؟ هنا القيمة اللي معايا صغرى، يبقى القيمة صغرى وتساوي 0. بس كده، مسألة في منتهى الجمال والروعة. تعالى ناخد كمان مثال عليها، بعد كده خد مسألة انت تدرب فيها. المسألة التانية معايا بيقول لي مثل بيانيا منحنى الدالة د حيث دالة س تساوي 1 ناقص س تربيع مستعينا بالفترة من -3 ل3، ومن الرسم عاوز ال3 حاجات برضو. طيب جميل جدا. انا هاجي دلوقتي عند السينات، ابدأ احط السينات في الفترة اللي قالها لي. قال لي الفترة من -3 ل3، يبقى -3 -2 -1 0 1 2 3. طيب بعد ما انا عملت كده، هبدأ اعوض في قاعدة الدالة اللي هي 1 ناقص س تربيع، فيبقى معاك هنا 1 ناقص 3، اسف دي -3، 1 ناقص -3 1 ناقص -3 تربيع، وهنا تبقى 1 ناقص -2 تربيع، وهنا 1 ناقص -1 تربيع، وهكذا. طيب يا مستر احنا هنزهق من الكلام ده الموضوع ده هيطول معانا، وممكن لو اتلخبطنا تبقى المسألة باظت. طب هنعمل ايه في الحالة دي؟ في الحالة دي ممكن نستخدم الآلة الحاسبة. فاكر في الدالة الخطية لما عرفتك ازاي تعمل الجداول عن طريق الآلة الحاسبة؟ هنا نعرف نعمل نفس الحركة بالظبط. فمثلا لو انا جبت الآلة الحاسبة اهو، على كده نعمل الجدول. قلت لك بندوس على كلمة مود، بعد كلمة مود بنختار تيبل. عندك بتبقى رقم 3 أو رقم 5 أو 7 باختلاف موديل الآلة. بقى في آلات فيها 3 و5 و7 عادي جدا. عندك دلوقتي بتختار كلمة تيبل، بيكتب لك اف اكس تساوي، باجي اترجم الدالة. قلنا اف اكس دي اللي هي دالة س. عندك دالة س اللي عندك مكتوبة ايه؟ 1 ناقص س تربيع، فهتبقى الاف اكس بتاعتها تبقى ايه؟ 1 ناقص اكس
تربيع. يبقى هقول له هنا 1 ناقص الاكس اللي هي قلنا بندوس على زرار الفا وزرار قفلة القوس، كده كتبت اكس. طب عاوز اخليها تربيع اس 2، في زرار اسمه اكس اس 2 جنب علامة الجذر اهو، هدوس عليه بقت اكس اس 2 خلاص. بعد كده بتدوس يساوي، انت عندك لما بتدوس يساوي بيكتب لك ستارت على طول، مش هيكتب لك جي اكس دي، انت عندك يكتب لك ستارت بداية الجدول. مش احنا عندنا الجدول من اول -3، فهقول له -3 يساوي، قال لك اند نهاية الجدول، انا عندي عايز الجدول لحد ال3، فهمسح دي كده الاثنين وهقول له لحد ال3 واقول له يساوي. قال لك الستيب الخطوة كل مرة بزود كام؟ كل مرة بزود 1 بخليها 1 زي ما هي وبدوس يساوي. يبدأ يعمل لك جدول جي اكس دي اللي على اليمين مش تبقى موجودة عندك، هيبقى عندك اكس واف اكس بس. اكس اللي هي السين اللي انت كاتبها عندك اللي هي -3 و-2 و-1 و0 و1 و2 و3. اما الاف اكس اللي هي دالة س اللي هي الصاد زي ما اتفقنا، فكاتب لك ان اول صاد هتبقى -8 واللي بعدها -3 واللي بعدها 0 وبعدها 1 وبعدها 0 تاني وبعدها -3 وبعدها -8. عمل لك الجدول. لو انت كنت جيت تحسب كل مسألة، هنا -3 تربيع ب9، 1 ناقص 9 -8 وهكذا. يبقى ده هيسرع عليك الحل جدا، ولو انت جربتها كذا مرة هتلاقيها بقت بسيطة جدا معاك. يبقى انا كل الحكاية بعمل ايه؟ بدوس على زرار مود وبعد كده بختار تيبل، ومن تيبل ببدأ اكتب الدالة. انا عندي 1 ناقص اكس تربيع، 1 ناقص الفا قفلة القوس، وادوس على اكس اس 2 ده عشان يربعها، يساوي. هقول له على طول ستارت من -3 والنهاية 3 والخطوة 1، يعمل لك الجدول بكل سهولة. طيب أنا دلوقتي خلاص جبت الجدول، يلا بقى نرسم معانا. ده معانا كده النقط. أول نقطة إيه؟ أول نقطة -3 و8. طب النقطة اللي بعدها -2 و3، اللي بعدها -1 و0، اللي بعدها 0 و0، لا آسف 0 و1، اللي بعدها 1 و0، اللي بعدها 2 و3، وآخر نقطة 3 و8. تعال نبدأ نرسم النقط دي معانا. معانا أول نقطة -3 عند السين، وانزل بقى تحت لحد -8. مش باينة؟ طب ثواني كده أظبط لك الرسمة. ظبطت لك الرسمة كده عشان خاطر النقط نعرف نمثلها. عندنا زي ما قلنا أول نقطة -3 و8 عند السين أم -3، هنزل لحد ما بقى قصاد الصاد أم -8. فآدي أول واحدة معانا أهي، -3 و8 أهي. النقطة اللي بعد كده -2 عند السين، وانزل عند الصاد أم -3. النقطة اللي بعدها عند السين أم -1، الصاد ب0، يعني هفضل في مكاني ولا هطلع ولا هنزل. بعد كده عند السين ب0، الصاد عندنا ب1 فمفيش سينات أصلا، يبقى مكاني على محور الصادات عند الصاد أم 1 أهو. بعد كده السين ب1 الصاد ب0 أهو على محور السينات. النقطة اللي بعدها فين؟ السين ب2 الصاد ب3، وآخر نقطة السين ب3 الصاد ب8. عملت المنحنى أهو، أبدأ أوصله بإيدي برضو أهو. وصله بإيدك كده يعني، ما توصلهوش بالمسطرة أهو، دي أهي بس كده. طيب بعد كده من الرسمة عايز نقطة رأس المنحنى باينة جدا أهي، هي دي نقطة رأس المنحنى أهي باللايتر أهو، هي دي نقطة رأس المنحنى. مالها نقطة رأس المنحنى دي؟ ركز كده معايا، دي على محور الصادات يبقى سيناتها ب0، والصاد عندها بكام؟ ب1. لو انت عايز تعملها كده اعملها، لو انت عايز تركز هنا وهتعرف ان هي النقطة دي، لان فوقيها الصادات، بص فوقيها الصادات ايه؟ 0 -3 -8 وتحتها 0 -3 -8، فتبقى هي دي فعلا نقطة رأس المنحنى. طيب انا كده عرفت نقطة رأس المنحنى هي 0 و1. يبقى اول حاجة معايا نقطة رأس المنحنى هي 0 و1 اهو، عايزة كده امسح دي. يبقى نقطة رأس المنحنى هي 0 و1. طب عايز معادلة محور التماثل والقيمة العظمى والصغرى، احنا اتفقنا خلاص. معادلة محور التماثل هي س تساوي سينات رأس المنحنى، سينات رأس المنحنى هي الصفر. طب والقيمة الصغرى أو العظمى قلنا بجيبها من الصادات بتاعة رأس المنحنى وبحدد هي عظمى ولا صغرى. طبعا هنا المنحنى باصص لأسفل، فالنقطة موجودة في الأعلى، وطالما هي موجودة في الأعلى تبقى دي قيمة إيه؟ تبقى قيمة عظمى. يبقى هقول له هنا القيمة عظمى وتساوي، واكتب له قيمتها هنا ايه؟ ب1. تعالى كده معايا نشوف كمان مسألة هنا. انا هعمل لك الجدول بس وانت هتحلها انت بقى تكمل الحل. طيب الفكرة هنا في الجدول ايه؟ بص الدالة هنا شكلها غريب شوية، يقول لك دالة س تساوي وفتح لك قوس جواه س ناقص 3 لكل تربيع.
الدالة دي يا مستر أنا هعرف أكتبها على الآلة؟ مفيش أي مشكلة خالص. وقال لك الفترة هنا من أول 0 ل6. نفس ما أنت ما اتعودت هتدوس على مود وتشوف تيبل رقم كام وتختارها. طيب بعد كده أبدأ أكتب الدالة اللي معايا. افتح قوس واكتب له س ناقص 3 واقفل القوس واربعه. بص كده هتعمل إيه؟ آدي اف إكس تساوي، هتفتح القوس كده من الشمال، بعد كده تكتب له اكس ناقص 3 وتقفل القوس وتربعه. تعالى كده شوف ازاي. ادي فتحنا قوس من الشمال اهو. بعدها اقول له الاكس الفا وحرف الاكس اللي هي قفلة القوس. بعد كده اقول له ناقص 3 واقفل القوس واربع اللي هي اس 2 اهي. ادي كده الداله اكس ناقص 3 الكل تربيع. قلنا ندوس بعدها يساوي. عندك بيقول لك ستارت، انت عندنا قال لك البدايه الفتره من اول 0 لحد 6. يبقى عندك الستارت من اول الصفر تساوي النهايه عند ال6 تساوي الستيب. قلنا واحد زي ما هي، عمل لي الجدول اهو بتاع اكس واف اكس. عندك السينات هي 0 1 2 3 4 5 6. الصادات بتاعتهم هتبقى 9 4 1 0 1 4 9. كده بقى معاك النقط، تقدر انت ترسمها بكل سهولة. يبقى انا ما اخافش من شكل المسألة قدامي عامل ازاي. ممكن يجيب لك دالة س بأكتر من قاعدة، فدي مثلا فكرة. ممكن فكرة تانية تبقى بالمنظر ده. بص يقول لك ايه؟ 2 س ناقص س تربيع. ده الدالة حيث دالة س تساوي 2 س ناقص س تربيع. هعمل ايه؟ نفس الكلام بالظبط. انت عندك الاف اكس لو هتترجمها من الشمال لليمين 2 س يعني 2 اكس ناقص س تربيع يبقى ناقص اكس تربيع. نفس الكلام اهو. انا عندي الدالة هكتبها. عندك 2 اكس 2 والفا قفلة القوس كتبت له 2 اكس ناقص اكس تربيع ناقص الفا وقفلة القوس كتبت له اكس تاني واس 2 اهو 4. ادي 2 اكس ناقص اكس تربيع اللي هي 2 س ناقص س تربيع. اقول له يساوي. عندك هيقول لك الستارت، عندك انت يجيب لك ستارت على طول. فالستارت عندك البداية فين؟ قال لك الفترة من اول -2 لحد 4. يبقى البداية عندي -2 يساوي والنهاية عندي هي 4 يساوي. عندك الستيب زي ما هي وعمل لك اهو. عندك الاكس اللي هي السين -2 -1 0 1 2 3 4. وعندك الاف اكس اللي هي الصادات بتاعتها تنقل الاكس عند السين اهي -2 -1 0 1 2 3 4. وتنقل الاف اكس دي اللي هي الصادات -8 -3 0 1 0 -3 -8. وتبدأ تحل على طول ترسم وتجيب إحداثيات رأس المنحنى ومعادلة محور التماثل والقيمة العظمى أو الصغرى. أظن كده إحنا ظبطنا موضوع رسم الدوال ده. مرة عليا كتير جدا، مرة واثنين وثلاثة وعشرة. حل مسائل كتير، كتاب المدرسة المعاصر، كتاب المدرس اللي معاك، أي ملزمة حل منها، أي كتاب حل منه، حل كتير ودرب نفسك. تعال نشوف بعد كده أفكار تانية على الدالة التربيعية. عندي بعد كده فكرة جميلة قوي، وهي ازاي بجيب نقطة رأس المنحنى جبريا. ازاي اجيب نقطة رأس المنحنى بالخطوات بالحل. هل ليها قانون نقطة رأس المنحنى؟ ليها قانون. لو دخلت ان شاء الله كده ثانوي علم رياضة هتعرف القانون ده جه منين. اصل القانون بتاع نقطة رأس المنحنى جاي منين. لو دخلت علم رياضة هتعرفه ان شاء الله في سنة ثالثة ثانوي لو المنهج يعني ما اتغيرش. طيب دلوقتي القانون بتاع ايجاد نقطة رأس المنحنى جبريا يا مستر امتى بستخدمه؟ ممكن اجي لك في سؤال اختر وادي لك معادلة تربيعية واقول لك نقطة رأس المنحنى للدالة التربيعية دي هي نقط. مين نقطة رأس المنحنى بتاعتها؟ فانت يا اما هترسم الدالة ولما ترسمها تعرف فين نقطة رأس المنحنى، او تبقى حافظ القانون الجميل ده فهتعرف ساعتها تجيب نقطة رأس المنحنى بكل سهولة. طيب تعالى كده نبدأ نفسر الكلام ده ماشي ازاي. الصورة العامة لمعادلة الدالة التربيعية. الدالة التربيعية شكلها عامل ازاي؟ بيبقى دالة س تساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج. مين الألف ده؟ الألف ده هو معامل الس تربيع. ومين الب؟ معامل السين، والجيم ده بيكون الحد المطلق. أنا دلوقتي عشان خاطر أعرف أجيب نقطة رأس المنحنى دي عبارة عن زوج مرتب س وصاد. ازاي اجيب السين بتاعته؟ السين بتاعت نقطة رأس المنحنى قال لك قانون الإحداث السيني هو سالب ب على 2 ألف. يعني ايه سالب ب على 2 ألف؟ سالب ب يعني باخد الب بعكس إشارتها. الب دي اللي هي زي ما اتفقنا معامل السين، فباخد معامل السين بعكس إشارته. لو كان موجب أخليه سالب ولو سالب بخليه موجب. وأقسم على 2 مضروبة في ألف اللي هو معامل السين تربيع. يبقى سالب معامل س على 2 في معامل س تربيع. ده كده مين؟ ده الإحداث السيني بتاع نقطة رأس المنحنى. طب ازاي بقى بجيب الإحداث الصادي؟ مش احنا عارفين ان انا عشان اجيب اي صاد بعوض في الدالة بالسين المناظرة ليها؟
فانا بعد ما بجيب الاحداث السيني القيمه بتاعت السينات اللي هتطلع اجيب دالتها. لو مثلا يعني السين دي طلعت ب3 اجيب داله ال3 واعوض في الداله عشان اعرف قيمه الصاد المناظر لها بكام. يبقى احداثيات نقطه راس المنحنى هي سالب ب على 2 ا وداله السالب ب على 2 ا. طيب تعال نشوف مثال عليها. يقول لي اوجد احداثي نقطه راس المنحنى للداله د حيث داله س تساوي 2 س تربيع زائد 4 س ناقص 3. انا عندي هل الداله دي موجوده في الشكل او في الصوره العامه بتاعتها؟ الصوره العامه بتبقى السين تربيع الاول وبعدها س اس واحد وبعدها الحد المطلق. طالما مترتبه الترتيب ده هعرف بكل سهوله اجيب له الالف والب والجيم. مين الالف؟ معامل السين تربيع باشارته وهنا بيساوي 2 لان انا بقول لك 2 س تربيع. طب مين الب؟ معامل السين اس واحد باشارته وبيساوي موجب 4. طب مين الجيم؟ الحد المطلق باشارته اللي هي سالب 3. انا عشان اجيب نقطه راس المنحنى محتاج الالف والب بس. طيب يلا نعوض. نقطه راس المنحنى سيناتها بتساوي ايه؟ قلنا سيناتها بتساوي سالب ب على 2 الف. يبقى سيناتها سالب الب بكام؟ ب4 على 2 الف، يعني 2 مضروبه في الف اللي هي ب2. يبقى سالب 4 على 2 في 2 ب4، سالب 4 على 4 تساوي سالب 1. يبقى هنا السينات بتساوي سالب 1. طب عشان اجيب الصادات هجيب داله السالب 1 دي، اجيب داله السالب 1، امسك قاعدة الدالة اللي معايا اعوض فيها عن السين بسالب 1. فتبقى 2 س تربيع تبقى 2 في سالب 1 تربيع زائد 4 س يبقى زائد 4 في سالب 1 ناقص 3 اهي. وابدا احل. عندك هتفك التربيع الاول، سالب 1 تربيع ب1 ف2 في 1 ب2. بعد كده عندك الضرب 4 في سالب 1 بسالب 4 وعندك سالب 3. يبقى معاك 2 ناقص 4 سالب 2 ناقص 3 تساوي سالب 5. فكده انا عرفت السين والصاد. فتبقى كده نقطة رأس المنحنى مين؟ ادي نقطة رأس المنحنى سالب ب على 2 ألف ودالة السالب ب على 2 ألف. طلعت السين بسالب 1 وطلعت الصاد بسالب 5. لو جربت تمسك الدالة دي ويلا انت بقى اعملها دلوقتي، امسك الدالة دي ارسمها هتلاقي فعلا ان نقطة رأس المنحنى هي سالب 1 وسالب 5. طب واحد يقول لي يا مستر انا ارسم الدالة دي ازاي وانا مش معايا الفترة بتاعت السين؟ اقول لك ما هو ممكن يجيب لك فعلا مساله ما يديلكش الفتره اللي السين موجوده فيها، اللي هي زي ما احنا ما كنا بنعمل كده هنا. بص هنا انا مديلك السينات من اول سالب 2 لحد 4، السين من اول سالب 2 لحد الاربعه. انا ممكن ما اديلكش الفتره دي واقول لك انت ارسم لي الداله من غير ما اديلك فتره. ساعتها انت هتعمل ايه؟ هتيجي تقوم جايب هنا نقطة رأس المنحنى وبعد ما تعرف السينات بتاعتها زود عليها 3 ونقص منها 3. فهنا مثلا السين بتاعت رأس المنحنى طلعت سالب 1 فنقص منها 3 تبقى عندك سالب 2 وسالب 3 وسالب 4. يبقى بداية السينات سالب 4 وزود 3 بعد السالب 1 0 و1 و2 يبقى آخرك عند الاثنين. فهتعمل لي سالب 4 سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2. هتجرب كده الفترة دي هتشتغل معاك وهترسم بيها الدالة على طول. يبقى تجيب رأس المنحنى سيناتها نقص منها 3 أو هات 3 أعداد أصغر منها على طول و3 أعداد أكبر منها على طول واشتغل على طول. أفكارها جميلة جدا وتعالى نبدأ نشوف تمارين عليها. تمارين على حكاية رأس المنحنى دي بس. يجي في مثال يقول لي اوجد رأس منحنى الدالة د حيث د س تساوي س تربيع ناقص 5 س زائد 6. وقف الفيديو وحلها بعد كده تابع الحل معايا. أنا عشان أجيب نقطة رأس المنحنى لازم الدالة تبقى في الشكل العام. السين تربيع أول، بعد السين تربيع السين أس واحد، بعدها الحد المطلق مترتبين يبقى أعرف أجيب ألف وب وج. أو تعالى نجيب ألف وب بس المرة دي. ألف معامل السين تربيع مفيش معامل يبقى واحد، والب معامل السين أس واحد هو موجود سالب 5. يبقى الألف بواحد والب بتساوي سالب 5. عاوز أجيب مين أنا؟ عاوز أجيب السينات. سينات رأس المنحنى، سينات رأس المنحنى إيه هي؟ قلنا سالب ب على 2 ألف. يبقى سالب الب عندك بسالب 5 على 2 ألف، 2 في الألف بواحد. سالب سالب 5 بتساوي موجب 5 و2 في 1 ب2 يبقى السينات هي 5 على 2 اللي هي 2 ونص. واجيب بعد كده دالتها دالة ال5 على 2. أعوض في قاعدة الدالة. عندك الدالة هي س تربيع ناقص 5 س زائد 6 فهتبقى السين ب5 على 2 تبقى 5 على 2 تربيع ناقص 5 س يبقى ناقص 5 في السين اللي هي 5 على 2 زائد 6. وعوض بالآلة. عايز تحل بدماغك مش هتفرق. أنا هجيب الآلة مثلا أهو وهحل معاك. آدي القوس وشرطة الكسر 5 على 2 هيقفل القوس من فوق أهو 5 على 2 تربيع ناقص 5 في 5 على
2 زائد 6 بتساوي، قال لك سالب 25%، يعني سالب ربع، يبقى بتسالب 1/4. يبقى كده أحداثيات نقطة رأس المنحنى يبقى نقطة، أهو أقول له نقطة رأس المنحنى هي، نقطة رأس المنحنى كده تبقى مين؟ ها، الله بطل كده معايا، نقطة رأس المنحنى 5/2 وسالب ربع بكل بساطة. تعال نشوف كمان مثال. يقول لي اوجد معادلة محور التماثل. ايه ده يا مستر، ده السؤال المرة دي مش بيقول لي عايز رأس المنحنى، ده المرة دي عايز معادلة محور التماثل. اقول لك سهلة يا ابني، مش معادلة محور التماثل هي س تساوي سينات رأس المنحنى؟ طب سينات رأس المنحنى مش هي سالب ب على 2 أ؟ يبقى انا هجيب السين بس، هجيب سالب ب على 2 أ اللي هي سينات رأس المنحنى، وهي دي معادلة محور التماثل. ها، يبقى انا كده هقول له ايه؟ هقول له معادلة محور التماثل اهي، معادلة محور التماثل هي س تساوي سالب ب على 2 أ، وهجيبها بقى. طيب عندك الدالة دي، ادي دالة س تساوي س تربيع ناقص 9، عاوز اجيب الألف وعايز اجيب الب. الألف معامل الس تربيع مفيش يبقى 1، الب معامل الس أس 1. ركز بقى هنا، هنا مفيش س أس 1 أصلا. طب لو كانت س أس 1 موجودة وملهاش معامل كنا بنقول المعامل 1. طب افرض س أس 1 مش موجودة أساسا، طالما مش موجودة أساسا يبقى معاملها 0 مش 1. واخد بالك؟ لأن دي كده قاعدتها أساسها إيه؟ أساسها س تربيع زائد 0 س ناقص 9، فالس معاملها 0 مضروبة في 0 في س طارت خالص، فعشان كده بنقول إن معاملها 0. فادي الألف ب1 والب بتساوي 0، فتبقى معادلة محور التماثل هي س تساوي سالب ب على 2 أ، تبقى 0 على 2 في 1 ب2، 0 على أي حاجة بيساوي 0. يبقى معادلة محور التماثل، أقول له معادلة محور التماثل هي س تساوي 0. بس كده جبتها بكل بساطة. السؤال اللي بعد كده معايا بيقول لي إذا كانت دالة س تساوي س تربيع ناقص ب س زائد ج، وكانت 1 و4 هي نقطة رأس المنحنى، فأوجد ب وج. السؤال ده سؤال للطلبة المتفوقين شوية، لأن السؤال ده فيه لخبطة شديدة شوية في الإشارات. الناس دلوقتي هتوه مني لما أبدأ أشرح، الناس هتوه مني أنا عارف. أنا عندي دلوقتي مديني 1 و4 هي دي نقطة رأس المنحنى. طيب أنا بستفاد إيه من نقطة رأس المنحنى؟ عشان أنا لو معايا نقطة رأس المنحنى أنا عارف إن سيناتها بتساوي سالب ب على 2 أ. طيب تعالى كده نجيب السالب ب على 2 أ من الدالة، والسالب ب على 2 أ المفروض تطلع في الآخر 1، فأنا هساويها بالواحد علشان خاطر أعرف إيه أحل، أجيب قيمة ب أو ج، وأنا هعرف بالطريقة دي أجيب قيمة الب. فتعالى كده نكتب الدالة، أدي دالة س تساوي س تربيع ناقص ب س زائد ج. بص بقى اللخبطة اللي جاية. عندك دلوقتي أنا عاوز أجيب الألف وعايز أجيب الب وعايز أجيب الج. بعد إذنك ركز معايا، مين الألف؟ معامل س تربيع، الس تربيع مفيش جنبها حاجة تبقى معاملها 1. طيب مين الب؟ معامل السين. بص السين معاملها ايه؟ ب؟ لا معاملها هو سالب ب، قلت لك تاخده بإشارته. يبقى الب عندنا اللي هي معامل السين هو سالب ب. شوف بقى اللخبطة، هي دي اللخبطة اللي أنا بتكلم فيها. طب مين الجيم؟ الحد المطلق بإشارته جيم زي ما هو. طيب بعد كده أنا عاوز سينات رأس المنحنى اللي هي سالب ب على 2 أ. مش المفروض إن سينات رأس المنحنى اللي هي سالب ب على 2 أ تساوي في الآخر، هو مديك أصلا نقطة رأس المنحنى 1 و4، يبقى دي في الآخر هتساوي 1؟ طب يلا نعوض بيها. سالب ب على 2 أ سالب مين الب دي؟ الب اللي في القانون مقصود بها معامل السين، وعامل السين اللي هو أصلا سالب ب، فسالب الب اللي هي سالب ب، فسالب سالب ب على 2 أ 2 في 1. الكلام ده كله بيساوي كام؟ 1. في مشكلة في الكلام ده؟ سالب سالب بتبقى موجب، يبقى معاك الب على الاتنين تساوي 1. حضرتك الواحد دي هو في الأساس كسر مقامه برضو 1، وتعمل مقص زي ما انت ما كنت بتعمل الكلام ده في سنة أولى إعدادي. فأضرب مقص هتقول لي ب في 1 بب تساوي 2 في 1 ب2، يبقى كده الب بتساوي 2، جبت قيمة الب. طب بعد ما اجيب قيمة الب ابدا امسك الدالة تاني واعيد كتابتها. مش هي كانت دالة س تساوي س تربيع ناقص ب س، الب عرفنا ان هي ب2، يبقى ناقص 2 س زائد ج. كده انا فاضل لي اعرف الجيم بس. كنا اخدنا في درس الدالة لو عندك حاجة مجهولة ومعاك نقطة بعرف اجيب على طول النقطة المجهولة دي او الحاجة المجهولة بكل سهولة.
ليه؟ لأن أنا همسك النقطة بتاعت رأس المنحنى اللي هي 1 و4 وأبدأ أعوض بيها. هقول له إيه؟ هقول له بوضع السين تساوي 1 اللي هي سينات رأس المنحنى، والصاد بتساوي 4، لأن النقطة 1 و4 دي هي رأس المنحنى، يعني بتحقق قاعدة الدالة، فأقدر أعوض عن السين ب1 وعن الصاد ب4. الصاد اللي هي دالة س، فهقول له دالة س دي أحط مكانها 4 تساوي س تربيع، يبقى 1 تربيع ب1 ناقص 2 س، يعني ناقص 2 في س اللي هي 1، 2 في 1 ب2 زائد ج. عندك 1 ناقص 2 -1، تبقى معاك كده هنكتب هنا 4 تساوي -1 زائد ج. هنودي -1 بعكس الإشارة، فهتبقى 4 زائد 1 تساوي ج. 4 زائد 1 5، تبقى الج ب5. فاحنا كده عرفنا إن الب بتساوي 2 وإن الج بتساوي 5. مسألة فكرتها جميلة جدا جدا جدا، يا ريت تكتبها عندك وتحاول تحلها تاني بإيدك. المسألة اللي بعدها يعني شبهها كتير جدا، يا ريت تحاول تحلها لوحدك كده برضه، هتتحل بنفس فكرة المقص دي. يقول لي إذا كانت دالة س تساوي ك س تربيع زائد 3 ك زائد 2 مضروبة في س ناقص زائد 6، وكان الإحداث السيني لرأس المنحنى بتاع الدالة هو -2، فأوجد قيمة ك. أنا عندي مديلك الإحداث السيني لرأس المنحنى هو -2، مش سينات رأس المنحنى قلت لك بتساوي -2؟ طب هي سينات رأس المنحنى دي مش هي عبارة عن -ب على 2 أ؟ يبقى السالب ب على 2 أ بيساوي كام؟ قال لك بيساوي -2. جميل جدا. طيب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ حضرتك بكل بساطة عايزين نعرف فين الألف وفين الب. الألف معامل السين تربيع، السين تربيع معاملها كاف، يبقى معانا الألف بتساوي كاف. طب مين الب؟ الب هي معامل السين أس واحد، السين أس واحد معاملها هو القوس اللي قدامها ده اللي هو اسمه 3 ك زائد 2، يبقى الب بتساوي 3 ك زائد 2. اتفقنا؟ طيب كلام جميل جدا. أنا معايا الألف بكاف والب ب3 ك زائد 2. أنا عاوز أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عاوز دلوقتي أعوض عشان أعرف الكاف بكام. أبدأ أعوض في نقطة رأس المنحنى. سالب ب على 2 أ أهو، سالب ب أدي سالب، والب معايا الب بتساوي ايه؟ بس بعد اذنك تحطها لي في قوس كده، الب عشان في اشاره سالبه بره القوس هي 3 ك زائد 2 على 2 أ، يبقى 2 في أ اللي هي ك، يبقى 2 ك. الكلام ده كله بيساوي الرأس المنحنى قال لك سيناته بكام؟ بسالب 2، وسالب 2 يعني -2 على 1. طيب جميل جدا. بعد كده هنعمل ايه؟ المفروض نبدأ نضرب مقص. اضرب الطرفين في الوسطين. انت عندك اي كسر بيساوي كسر تاني بيبقى حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. هضرب سالب ال3 ك زائد 2 في الواحد، اي حاجه في واحد بنفس الحاجه هتفضل زي ما هي، سالب 3 ك زائد 2 تساوي، ده ضرب الطرفين بيساوي مين؟ بيساوي ال2 ك في سالب 2، ف2 في سالب 2 بسالب 4، والكاف تفضل زي ما هي. الاشاره السالبه اقدر اطيرها كده من ناحيتين، لان هي السالب هنا دي معناها ان هي تتضرب في كل حاجه جوه القوس، فبدل ما اضرب بقى فتبقى سالب 3 ك ناقص 2 وابدا اساوي، ممكن نطير السالب ده مع السالب ده وخلاص. بعد كده معايا 3 ك زائد 2 تساوي 4 ك، اودي ال 3 ك دي هنا بعكس الاشاره، فهنا هيتبقى لي ال2 تساوي 4 ك، ال 3 ك دي موجبه تيجي الناحيه الثانيه سالبه، يبقى سالب 3 ك. 4 كفات ناقص 3 كفات بكفاية واحدة، كده الكفاية الواحدة بتساوي كام؟ بتساوي 2. يبقى كده وصلت لقيمة الكاف بكل سهولة. مثال جميل جدا، يا ريت تدرب نفسك برضو عليه. معايا بعد كده شوية مسائل حلوة بتيجي في الامتحانات، تبقى مسائل لفة شوية وبتيجي في الامتحانات التقيلة. تعالوا نشوفها مع بعض نشوف حلها بيعمل ايه. في المسألة اللي معايا دي بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د حيث دالة س تساوي م ناقص س تربيع، ورسم لك هنا الدالة. بص كده عامل لك عادي المحاور السينات والصادات، ورسم لك دالة المنحنى بتاعها باصص لأسفل. وبص بقى للبيانات والتفاصيل وركز معايا كويس. هنا دي نقطة الأصل واو ما فيهاش مشكلة، وهنا دي نقطة ألف، نقطة تقاطع منحنى الدالة مع محور الصادات، وعايزك كده تهندل هنا شوية. هو مش النقطة اللي منحنى الدالة بيتقاطع فيها مع محور الصادات بتبقى ساعتها السين بصفر والصاد ليها قيمة؟ طب هنا الصادات قيمتها كام؟ ركز كده. قال لك في السؤال إن الألف واو بيساوي 4 وحدات طول. شايف المسافة من نقطة ألف لنقطة واو دي؟ المسافة دي 4 وحدات طول، مش 4 وحدات يعني أنا طلعت هنا كده 4 خطوات. يبقى الألف دي عند الصاد أم 4، ودي هنا 4 موجبة لأن أنا على محور الصادات الموجب. يبقى أنا مبدئيا عرفت إن نقطة ألف إحداثياتها 0 و4.
بقى معايا نقطة. طب بعد ما أنا بقى معايا نقطة، أول مطلوب عندك عاوز قيمة مين اللي موجودة في قاعدة الدالة. أنا قلت لك لو معايا رمز عايز أجيبه والرمز ده موجود في قاعدة الدالة لازم يبقى معايا نقطة أعوض بيها. أهي النقطة جبناها 0 و4. يبقى أنا أقدر أقول له في الحل إيه؟ هقول له بما أن أ واو يساوي 4 وحدات، إذا إحداثي نقطة أ عرفته هو 0 و4. طب بعد ما أ بتساوي 0 و4 أعوض بيها في قاعدة الدالة، هقول له بوضع السين تساوي 0 والصاد تساوي 4 في قاعدة الدالة. فتعالى نعوض بالكلام ده. قاعدة الدالة هي دالة س تساوي م ناقص س تربيع. أعوض دالة س اللي هي صاد أحط مكانها 4. 4 تساوي م ناقص 0 تربيع. طبعا الصفر تربيع بصفر، فأي حاجة ناقص صفر طارت. يبقى كده الأربعة بتساوي م، فأنا عرفت إن الميم بتساوي 4. يبقى أول حاجة قيمة الميم بتساوي كام؟ 4. طب أنا عرفت إن الميم ب4، مش كده أقدر أقول له على طول إن قاعدة الدالة هي دالة س تساوي م اللي هي إيه؟ 4 ناقص س تربيع. أنا كده عرفت خلاص قاعدة الدالة. بعد كده بيقول لي عاوز إحداثي كل من النقطتين ب وج. فين نقط ب وج دول؟ بص كده، ب نقطة التقاطع مع محور السينات الموجب، وج نقطة التقاطع مع محور السينات السالب. أنا دلوقتي المنحنى بتاعي تقاطع مع محور السينات الموجب ومع محور السينات السالب، دي ما فيهاش أي مشكلة. طب ركز معايا كده الله يرضى عليك. دلوقتي طالما نقطة ب دي موجودة على محور السينات، مش كده تبقى صادتها بصفر؟ يبقى النقطة اللي اسمها ب دي، على نكتب لك بقلم واضح اهو، نقطة ب أولا هي ليها قيمة عند س، سيناتها ليها قيمة ما نعرفهاش، طب صادتها بصفر. طب نقطة ج نفس الكلام، سيناتها ليها قيمة ما نعرفهاش وصادتها برضو بإيه؟ بصفر. إذا مش أنا معايا الصادات وعايز أعرف السين؟ يا ابني لو معاك صاد وعايز تعرف س عوض في قاعدة الدالة، لو معاك س وعايز تعرف صاد برضو عوض في قاعدة الإيه؟ قاعدة الدالة. يبقى أنا هاجي هنا أهو هقول له لإيجاد النقطة اللي اسمها ب ونقطة ج بنضع ص تساوي صفر في قاعدة الدالة. فأنا همسك قاعدة الدالة اللي هي دالة س تساوي 4 ناقص س تربيع، بحط ص بصفر، ص اللي هي دالة س، فيبقى معايا صفر يساوي 4 ناقص س تربيع. جميل جدا. طب ما تيجي ناخد السالب س تربيع دي عشان نخليها موجبا نوديها هنا بعكس الإشارة، فهتبقى صفر زائد س تربيع. طبعا الصفر ملوش لازمة، تبقى موجب س تربيع تساوي كام؟ 4. عايز أشيل أس 2. عندك أس 2 ومعاك رمز أس 2. إزاي بشيل أس 2؟ قلتها لك في أول حصة عندنا في الجبر، قلت لك أس 2 بنشيله بالجذر وإشارتين. يبقى أنا عشان أشيل أس 2 فهتبقى الس تساوي جذر وإشارتين اللي هي موجب وسالب. يبقى موجب وسالب جذر الأربعة، جذر الأربعة 2، يبقى الس بموجب وسالب 2. يبقى الس بتساوي موجب وسالب إيه؟ 2. طب يا مستر يعني أنا هاخد الس موجب 2 ولا سالب 2؟ أقول لك ما أنت عاوز تجيب نقطتين اللي هي نقطة ب ونقطة ج. فنقطة ب اللي عند السينات الموجبة تاخد السينات الموجبة هتبقى موجب 2، فتبقى كده نقطة ب أحداثياتها كام؟ نقطة ب أحداثياتها 2 وصفر. طب ونقطة ج ده عند السينات السالبة، فهتاخد السالبة اللي هي سالب 2 وصفر. فأنا كده قدرت أجيب له خلاص نقطة ب وج. يا ريت لو هتنقل المسألة دي ثبت الحل وانقل المسألة عشان أمسح الحل ده وأكمل السؤال. بعد كده عاوز مني إيه تالت مطلوب؟ عايز مني مساحة المثلث اللي رؤوسه النقط أ وب وج. طب بالراحة كده، أنا دلوقتي عاوز أجيب مساحة المثلث اللي اسمه أ ب ج. فين المثلث أ ب ج؟ أدي نقطة أ فوق اللي هي رأس المنحنى، أوصلها كده مثلا بج وأوصلها برضو ب. أدي المثلث اللي معايا، المثلث اللي اسمه أ ب ج. شايف المثلث ده؟ هو المثلث ده المثلث أ ب ج. ماله بقى المثلث ده؟ عاوز أجيب مساحته. بسيطة. عند حضرتك المثلث ده أي مثلث مساحته نص طول القاعدة في الارتفاع. قاعدة المثلث هي ب ج. طيب ب ج دي طولها قد إيه؟ مش أنت عندك الب عند 2 وصفر والج عند سالب 2 وصفر، يعني الحتة واو ب دي طولها 2 وواو ج برضو طولها 2، يبقى 2 و2 القاعدة كلها 4. يبقى أنا عندي أولا كده عندي الب ج بتساوي 4 وحدات. وإيه كمان؟ الواو أ ده الارتفاع اللي هو بيكون عمودي على القاعدة. هو الواو أ عندك بيساوي قد إيه؟ الواو أ
قال لك في السؤال ان هو كمان 4 وحدات. طب انا كده معايا طول القاعدة ومعايا الارتفاع. طب مساحة المثلث بتساوي ايه؟ مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع. يبقى انا هقول له ان مساحة المثلث أ ب ج تساوي نص في طول القاعدة اللي هي ب ج في الارتفاع اللي هو واو أ. يبقى هيساوي نص في الأربعة في 4 تدي لك ب8 وحدات مربعة. يبقى مساحته طلعت ب8 وحدات مربعة. مسألة في منتهى الأهمية، تتكرر كتير في الامتحانات التقيلة، وكرر تاني في الامتحانات التقيلة، وفي كمان مسألتين هناخدهم بنفس نمط الأفكار دي. عندي المسألة اللي بعد كده هي بتقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د حيث د س تساوي 9 ناقص س تربيع. عاوز إحداث نقطة أ ونقطة ج ومساحة المثلث اللي اسمه أ ب ج. طيب جميل جدا. أنا عشان أجيب إحداث نقطة أ ونقطة ج، إيه المشترك بين نقطة أ ونقطة ج؟ هما الاتنين موجودين على محور السينات. نقطة أ دي نقطة تقاطع منحنى الدالة مع محور السينات الموجب، وج نقطة تقاطع منحنى الدالة مع محور السينات السالب. إذا أي نقطة على محور السينات إحنا عرفنا إن صاداتها بصفر، فأنا لو عوضت عن الصاد بصفر في معادلة الدالة في المعادلة اللي هي قاعدة الدالة اللي معايا، لو عوضت عن الصاد بصفر هعرف السينات بتاعت نقطة أ ونقطة ج بكام. فأنا هعمل الكلام ده بكل سهولة كده. هقول له إيه؟ هقول له بوضع الصاد تساوي صفر. دي إيجاد مين؟ أنا هعمل كده ليه؟ عشان أجيب نقطة أ ونقطة ج. يلا كده بالراحة. حط صاد بصفر اللي هي دالة س، فهقول له صفر تساوي 9 ناقص س تربيع. ودي السالب س تربيع الناحية دي بعكس الإشارات، تبقى صفر زائد س تربيع بس تربيع، لأن الصفر ملوش لازمة في الجمع. س تربيع تساوي 9. عاوز السين أشيل إزاي أس 2 من على السين؟ قلت لك أس 2 بشيله بجذر وإشارتين اللي هي موجب وسالب. يبقى س هتساوي موجب وسالب جذر 9، وجذر ال9 3، يبقى س بموجب وسالب 3. طبعا نقطة أ على الجزء الموجب هتاخد ال3، ونقطة ج على الجزء الثالث على الجزء السالب هتاخد سالب 3. يبقى أنا كده معايا الإحداثي بتاع نقطة أ بيساوي كام؟ بيساوي 3 وصفر، والإحداثي بتاع نقطة ج بيساوي سالب 3 وصفر. جبت إحداثي أ وجبت إحداثي ج. طب مش كده المسافة اللي هي واو أ دي طالما أ عند التلاتة تبقى الواو أ دي ب3 وحدات والواو ج هي كمان 3 وحدات؟ طب عايزين نعرف الواو ب دي بقى طولها قد إيه؟ طب ما أنا عشان أعرف واو ب طولها قد إيه محتاج أعرف نقطة ب. طب جميل جدا. مالها نقطة ب؟ دي موجودة على محور الصادات. طالما موجودة على محور الصادات يبقى سيناتها بصفر. يبقى أنا دلوقتي أعوض عن السين بصفر عشان أعرف نقطة ب إحداثياتها إيه، فهقول له عند س تساوي صفر. أعوض في قاعدة الدالة. دالة س نخليها دالة صفر بقى، تساوي 9 ناقص صفر تربيع. صفر تربيع ملهاش لازمة، 9 ناقص صفر يعني 9. يبقى كده دالة الصفر بتساوي 9، يعني الصادات ب9. يبقى كده نقطة ب إحداثياتها إيه؟ سيناتها صفر وصاداتها 9. يبقى أنا معايا كده نقطة ب دي صفر و9، ونقطة أ عرفناها 3 وصفر، ونقطة ج سالب 3 وصفر. عايز اجيب مساحة المثلث أ ب ج ده، اجيبه بكل سهولة. خلاص عرفت ازاي. عندك أ ج القاعدة طولها 6 وحدات، لأن واو أ 3 وواو ج 3، يبقى كلها على بعضها طولها 6 وحدات. وعندك الواو ب طولها قد ايه؟ الواو ب طولها 9. يبقى اقدر اقول له ان مساحة المثلث اللي اسمه أ ب ج بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في 6 في 9، تطلع لك 27 وحدة مربعة. مساحة بالوحدة المربعة. مسألة في منتهى الأهمية والسهولة. نخش على آخر مسألة معانا وأنت حلها أنت بقى لوحدك وشوف الحل. هي المسألة اللي قدامك دي عاوزك أنت تحاول تحلها لوحدك وتشوف بعد كده الحل. يقول لي في الشكل المقابل يمثل الدالة د حيث دالة س تساوي ل س تربيع ناقص 7، ومساحة المثلث المرة دي مديلك العكس، بيديلك مساحة المثلث أ ب ج. قال لك إن المثلث أ ب ج مساحته قد إيه؟ مساحته 21 سنتيمتر مربع، وادالك نقطة أ. بص كده نقطة أ قال لك إحداثياتها إيه؟ نقطة أ دي قال لك إحداثيات نقطة أ هي صفر وسالب 7. عاوز إحداثي نقطة ب، عايز نقطة ب ده أعرف إحداثياتها كام، وعاوز أعرف قيمة اللام. عايزين نعرف لام هو كمان بكام. طيب جميل جدا. أنا على فكرة دلوقتي أعرف أجيب إحداثي نقطة ب بكل سهولة.
هي مش ب دي موجودة فين نقطة ب بعد إذنكم؟ دي موجودة على محور السينات. طيب طالما هي موجودة على محور السينات تبقى صادتها بصفر، يبقى أنا ممكن أجي أعوض في الدالة عن الصاد بصفر. لو جيت عوضت عن الدالة عن الصاد بصفر هتلاقيها إيه؟ طولت معاك لأن أنت ما تعرفش قيمة اللام كام أصلا. طيب يا مستر في حل تاني؟ في حل تاني. عشان أنا مديلك مساحة المثلث أ ب ج بتساوي 21 سنتيمتر مربع. طب هستفاد منها بإيه؟ ركز كده معايا. مش أنت عارف إن مساحة المثلث اللي اسمه أ ج ده أ ب ج ده بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع أهي، نص في طول القاعدة اللي معاك اللي هي القاعدة ب ج في الارتفاع اللي هو واو أ. طب جميل جدا. مش أنا اديت لك أصلا المساحة قلت لك ب 21. ال 21 دي بتساوي مين؟ بتساوي نص في القاعدة ب ج اللي أنا معرفهاش في الارتفاع واو أ. واو أ ده هي مش الألف عند صفر وسالب 7، يعني المسافة من واو لألف 7 وحدات، يبقى واو أ ده بيساوي 7 وحدات. يبقى أنا معايا كده ال 21 بتساوي نص في ب ج في 7. أعرف عن طريق عكس المسألة دي إن أنا أوصل للب ج بكام؟ اللي هي القاعدة ب ج كلها. ولما هوصل للقاعدة ب ج طبعا لو عرفت كل دي قد إيه تبقى واو أ نصها وواو ب قصدي نصها، وواو ج هتبقى هي كمان النص الآخر، فأعرف نقطة ب بكل سهولة. طيب أنا دلوقتي معايا هنا نص مضايقني، تعالى نضرب المعادلة كلها في 2 اللي هي المقام بتاع النص. فال 21 تتضرب في 2 والمعادلة دي كلها تتضرب في 2. طيب الاتنين هتطير المقام ده، وعندك 2 في 21 ب 42، تبقى ال 42 تساوي 1 في ب ج في 7 يبقى 7 ب ج. عايز ب ج لوحدها هنقسم على اللي جنبها اللي هي السبعة، فتطلع ان ال ب ج لوحدها 42 على 7 فيها 6 يبقى ب ج ب 6 سنتيمتر. تعالى كده زي ما قلت لك انا عرفت دلوقتي ان ب ج ب 6 سنتيمتر. مش طالما ب ج كلها 6 سنتيمتر تبقى واو ب ب 3 وواو ج هي كمان ب 3؟ طب طالما دي 3 ودي 3 مش كده قدرت اوصل خلاص لنقطة ب؟ نقطة ب دي عند محور السينات الموجب، يبقى سيناتها بموجب 3. طب وصادتها اي نقطة على محور السينات صادتها بصفر. يبقى كده انا خلاص وصلت له لاحداثي نقطة ب. كده نقطة ب احداثياتها كام؟ 3 وصفر. وهي سهلة جدا. طب بعد كده عاوز اللام، عشان اجيب اللام محتاج اعوض بنقطة. محتاج اعوض بنقطة. طب اعوض بالنقطة دي ازاي؟ انت معاك دلوقتي النقطة الجديدة، معاك نقطة ب اللي هي 3 وصفر، وعلى فكرة معاك نقطة ج اللي هي سالب 3 وصفر، ومعاك نقطة أ اللي هي صفر وسالب 7. أقدر أعوض بأي نقطة فيهم والثلاث نقط هيوصلوك لنفس الحل. 3 نقط هيجيبوا لك عادي جدا اللام وكلهم هيدوا لك نفس القيمة. فأنا مثلا لو عوضت بنقطة ب أحط الس ب3 ودالة س بصفر، دالة س اللي هي صاد يعني أحط بصفر، تبقى معاك صفر تساوي عندك لام س تربيع، يبقى لام مضروبة في س اللي هي 3 تربيع ناقص 7. يبقى كده معانا صفر بيساوي 9 لام، 3 تربيع ب9، 9 في لام ب9 لام، يبقى 9 لام ناقص 7. طبعا السالب 7 تيجي هنا بعكس الإشارة تبقى موجب 7. صفر زائد 7 ب7، فهوصل لإن التسعة لام هتساوي موجب 7. نقسم بعد كده على 9 عشان نعرف اللام لوحدها، فتبقى اللام تساوي 7 على 9. مسألة فكرتها بسيطة وجميلة جدا جدا جدا. كده احنا وصلنا مع بعض لآخر حصة النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا. حليت معاكم أكبر قدر قدرت عليه من المسائل اللي بتتكرر كتير في الامتحانات واللي فيها أفكار عالية شوية. يا ريت الناس تركز وتمسك ورقة وقلم وتحل كتير مرة واثنين وثلاثة وعشرة. الرياضة عمرها ما كانت مادة استماع بس أو مادة مذاكرة بالعين أقعد أقرأ المسائل كده وخلاص، لأ. زي ما قلت لك في أول حصة معانا ورقة وقلم وخطوات، هي دي طريقة التفوق في الرياضيات. أتمنى إن شاء الله أشوفكم الحصة الجاية على خير. أستودعكم الله، وما تنساش بقى تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل